اهلا بيكم. عمرك حبيت شخص لدرجة انك بدأت تشوفه بعينه، يعني بعينه هو، بتحس انكم شخص واحد فبتعدله اخطائه حتى لو كانت بتضايقك؟ الحب حاجة عظيمة، بس اوقات بتخلينا نقع في فخ التبرير والتسامح المفرط، وده اللي هتكلم عنه النهاردة. في مفهوم اسمه الاندماج في الآخر، inclusion of other in the self، وده ببساطة لما تحس انك والشخص التاني كيان واحد مش شخصين منفصلين عن بعض، وده بيحصل كل ما العلاقة بتقوى، وبالتالي الحدود بتختفي اكتر. طب ده ليه ممكن يكون مشكلة؟ الابحاث بتقول ان الاندماج القوي ده بيخلينا نشوف شريك حياتنا بصورة ايجابية زيادة عن اللازم، حتى لو عمل حاجات غلط. يعني ممكن يعدي علينا علامات واضحة انه شخص مش مناسب لينا، لكن احنا بنتجاهلها لان احنا شايفينه بنظرية الحب الاعمى. في بحث جديد في علم النفس، العلماء قسموا الناس لمجموعتين. المجموعة الاولى كانوا بيشوفوا ملفات تعريفية لاشخاص على مواقع التعارف، وكان فيهم اللي عندهم مشاكل واضحة زي الانانية والتملك. اما المجموعة التانية كانوا في علاقات فعلية، وطلب منهم ان هم يفتكروا الاخطاء اللي ارتكبها شريك حياتهم قبل كده. والنتيجة ان الناس اللي عندهم مستوى اندماج عالي في علاقاتهم بيميلوا اصلا انه ما يفتكروش العيوب ولا الاخطاء، بل بالعكس بيدوروا على تبريرات للشخص ده. وطيب وايه الحل؟ الحل انك تحافظ على هويتك. الحب مش معناه انك تلغي شخصيتك وتفقد نفسك، وخليك واعي بالعلامات الحمراء اللي بتخليك لازم تخاف ولازم تنتبه، ولازم توازن بين مشاعرك وعقلك. الحب حاجة جميلة، بس لازم يكون مبني على وعي واحترام، مش مجرد تبرير للأخطاء. شكرا.